في مشهد من فيلم أجنبي اسمه Interrupted. الفيلم ده لأنجلينا جولي. مشهد كده صغير، كانت بتقول لحبيبها البوي فريند بتاعها وهو بيجهز علشان ينزل، بتقول له I'm not okay, can you love me extra today؟ أنا مش بخير، فممكن تحبني النهاردة شوية أكتر. فرد عليها قال لها إن هو عنده ميعاد وإن هو يعني مش فاضي. ولما رجع من بره لقى رسالة مكتوب عليها إنه أنا مش محتاجة لحبك تاني، أنت ما ساعدتنيش إن أنا أتخطى الألم النفسي. أوقات كتيرة بنصحى فعلا حاسين إن إحنا not okay، إحنا مش بخير، إحنا مش كويسين، بنبقى محتاجين حب زيادة، بنبقى محتاجين حضن، بنبقى محتاجين كلمة حلوة، بنبقى محتاجين ده قوي بدون أي سبب. بس بصحى حاسة ان مشاعري مش كويسة، حاسة ان انا مضطربة، حاسة ان انا محتاجة احس بامان، حاسة ان انا محتاجة الشخص ده تحديدا. فلما تلاقي حد كده ما تقولوش ان هرموناته فايرة، ما تقولوش ان انت اتلبست ولا ايه، ما تشكيش في حبيبك ان هو ممكن يكون بيخونك او ان هو محتاج يريح ضميره، ما تشكش في مراتك ان هي اكيد عاملة او ان هي تطلب منك فلوس فهي عايزاك. ده احنا بنبقى محتاجين حد نستخبى فيه. فأعرف ان الشخص ده لما بيطلب منك كده او يطلب منك انك تقعد معاه على سماعة التليفون، حتى لو even if مش هتتكلموا، بس مجرد ان هو يبقى سامع نفسك او سامع ان انت جنبه، ده في حد ذاته بيطمنه. فكر في حاجة واحدة بس، ان هو مش بيضيع وقتك وان هو مش بيضيع فكرك ومش بيضيع طاقتك، هو مجرد ان هو شخص محتاجك انت وبيحبك قوي. وتخيل ان كل الخوف اللي جواه ده ممكن يروح بمجرد حضن منك او سماع صوتك او انك بتحبه اكسترا النهاردة. فما تفكرش ايه الدوافع النفسية اللي تخليته يعمل كده، بس هو بيقوم مش كويس. لما يكون حد من الكومفورت زون بتاعتك بجد تعبان، بجد متضايق، بجد محتاج ده، اعمله ده، لان ده الدنيا وما فيها بالنسبة له.